العطوفة المهندس حسين بني هاني رئيس بلدية إربد الكبرى راعي الحفل، سعادة الأستاذ محمد الدويري رئيس مجلس محلي كتم، أصحاب العطوفة والسعادة أيتها النشامة أيها النشميات، طاب الصباح بكم في هذا اللقاء الخير المبارك من أيام الوطن، حيث نلتقي اليوم باحتفال له ميزة خاصة، ونحن نتفيأ احتفالات المملكة بعيد ميلاد جلالة سيد البلاد وراعي مسيرته المظفرة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله. وهذا الاحتفال الذي يقام برعاية من بلدية إربد الكبرى باليوم العالمي للشجرة ما هو إلا تعبير صادق من اهتمام بلدية إربد على جمالية المدينة وزراعة الأشجار. الكلمة الآن لعطوفة المهندس حسين بني هاني، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ العزيز محمد الدويري رئيس مجلس محلي منطقة كتم المحترم، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي أن أرحب بكم أجمل ترحيب في هذا الحفل المبارك الذي تقيمه بلدية إربد الكبرى بمناسبة يوم الشجر، لنحتفل وإياكم بزراعة هذه الحديقة والتي هي مكرمة ملكية لأبناء كتم. ومما يفيض على حفلنا هذا البهجة والسرور أنه يتزامن مع مناسبة عزيزة وغالية على قلوب الأردنيين جميعا، مناسبة لها في ذاكرة القلوب والوجدان معان سامية، وهي عيد ميلاد جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه. الأخوة والأخوات، إن زراعة الأشجار والعناية بها يأتي من حرص البلدية على تجميل المدينة ومناطقها وتوفير مساحات خضراء للمواطن لقضاء أوقات فراغهم وإضفاء الجمالية للمناطق، حيث عمدت البلدية وضمن خطة شمولية إلى الاهتمام بالحدائق الموجودة وإنشاء حدائق جديدة، إضافة إلى تجميل الميادين والجزر الوسطية. وقد شكلت لهذه الغاية لجنة منبثقة عن المجلس البلدي تضم نخبة من أبناء المجتمع المحلي ومن ذوي الاختصاص بهدف إشراك القطاع الخاص بالمشاركة بجمالية المدينة، حيث ساهم القطاع الخاص بذلك بتجميل بعض الميادين. كما أن الاهتمام بالشجرة نابع من عقيدتنا السمح والأحاديث النبوية التي تحث على زراعة الشجر، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها، صدق رسول الله. وأننا في بلدية إربد الكبرى واستجابة للتوصيات الملكية نسعى دائما للتوسع بزراعة الأشجار لنحقق تلك الرؤى نحو أردن أخضر، مما يحافظ على جمالية البيئة ويساهم في توفير مناخ مناسب ويحفظ التربة ويخلق مناطق تنزه تجلب السياحة لهذا الوطن الذي يزخر بالمواقع السياحية والتراثية والتاريخية. فزراعة الأشجار تعزز من قيمة تلك الأماكن. وفي الختام أرجو أن تسمحوا لي أن أرفع باسمي ونيابة عنكم إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين أسمى آيات التهنئة والتبريك، مقرونة بأصدق مشاعر الولاء والوفاء لعرشه المفدى ومناسبة عيد ميلاد جلالته الميمون، سائلين الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على جلالته بموفور الصحة والعافية، وعلى أردننا الأحب والأغلى بالمزيد من المنعة والعزة والازدهار بقيادة جلالته الحكيم. كما أشكر لكم حضوركم ومساهمتكم الفاعلة في هذا العمل الذي يخدم أبناء المنطقة وما حولها. وفقنا الله جميعا وسدد على طريق الخير خطانا لما فيه خير الوطن والمواطن، تحت ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.